السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس انديزاين 2023. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التكست وعن النصوص في برنامج الانديزاين. لو جينا هنا على الأيقونة دي اللي هي حرف التي وضغطنا كليك يمين هنلاقي 4 اختيارات قدامنا زي ما انتم شايفين كده. نلاقي أول اختيار معانا اللي هو مي تايب تول، وبعد كده مي تايب تول اون اباس تول، وبعد كده التايب تول وتايب اون اباس تول. الطبيعي خالص ان انت بتشتغل على التايب تول، تختار حرف التي بالشكل ده، واول ما بتختار حرف التي ما ينفعش ان انت تضغط كده لان الانديزاين بيختلف شويه عن بقيه برامج ادوبي في استخدام اداه التايب تول. تضغط وتسحب، تعمل لنفسك كده اطار تشتغل عليه. لو انت عايز تعمل مثلا عنوان ولا حاجه بتضغط كده وتسيب يعمل لك بالشكل ده. اول ما تعمل الاطار كده بيجي لك على اليمين هنا في قائمه بروبرتيز كل الاعدادات والخصائص الخاصه بالتكست، اذا كان من الفيل والستروك ونوع الخط وغيره من الاعدادات اللي هنتعرف عليها النهارده. بيجي لك المؤشر هنا على ايدك الشمال، عايزه على اليمين في هنا اختيار. لو جينا هنا كده اسمه رايت تو ليفت، من اليمين للشمال، تضغط كده ضغطه واحده بيجي لك المؤشر كده. لو انت شايف معايا لو كبرنا شويه كده تبص تلاقي ان المؤشر هنا على ايدك اليمين، وبتبدا تكتب التكست اللي انت عايزه، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. انا عايز بقى اشتغل عليه او اغير نوع الخط، بنشط كده التكست بتاعي وباجي على اليمين هنا كده ابص. انا عايز اغير الاول نوع الخط، باجي هنا على الكاركتر وبضغط هنا على السهم ده وابدا اختار نوع الخط اللي انا عايزه. مثلا لو انا عايز نوع الخط ده او ده مثلا بالشكل ده كده تمام، او نوع خط تاني، وبتيجي هنا بتختار الاوزان بتاعه الخط، لو ريجولار او بولد او ايتاليك حسب ما انت عايز. والايقونه دي بتبدا ان انت تكبر بيها الخط بتاعك، حجم الخط. واللي على الشمال دي لو انت عندك مثلا فقره او حاجه، لو جيت كده مثلا وكبرت دي كده وضغطت ضغطتين وجيت مثلا كوبي بيست كنترول سي كنترول في انتر كنترول في كده ماشي، ونشطتهم كلهم كده. عندي كذا سطر عايز اوسع المسافات بينهم، باجي اضغط هنا كده ابدا اوسع المسافات بين التكست وبعضه وكده اقربهم من بعض تاني بالشكل ده. طيب انا لو عايز اوسع بقى المسافات بين الحروف وبعضها او بين الخطوط وبعضها، ده مش مستحسن في اللغه العربيه. لما انت تيجي تضغط كده في اللغه العربيه مش مستحسن، يعني خليها على الزيرو دايما في اللغه العربيه. اما في اللغه الانجليزيه قربناهم شويه كده من بعض، واجي هنا ابدا اوسع بين الحروف وبعضها. هي في اللغه الانجليزيه بيكون افضل، لكن في العربي طبعا الحروف بتبقى مرتبطه ببعضها فما ينفعش ان انت توسع بين الحروف وبعضها. ونيجي على الفقره بتاعتنا دي ضغطتين بتبدا ان انت تنشط التكست بتاعك. لما نيجي هنا على الايقونه دي او الاداه دي بتضغط عليها بتبدا تمط لك الكتابه، توسعها لك كده تكبرها لك من فوق وتحت. طبعا برضو المط في اللغه العربيه مش قوي، يعني انت ما تكترش قوي في الاداه دي. عايز تمطها من اليمين للشمال بتيجي هنا بتتمط معاك بالشكل اللي انت شايفه ده تمام. والاداه اللي تحت دي بتعمل الخط بميول زي ما انت شايف كده. طبعا هنخليها زيرو عشان نعرف نشتغل. كل ده هنخليه هنرجعه لاصله، ده بيبقى 100 وده بيبقى 100. لو ضغطنا كده هنجيب ال100 على طول، ضغطنا كده هنجيب ال100 على طول. طبعا انا بقول لك على اهم الحاجات اللي موجوده في الكاركتر هنا. وطبعا هنا لما تحب ان انت تغير اللغه تخليها انجليزيه تخليها عربيه بالشكل ده كده مثلا. عندنا هنا حاجه مهمه جدا خاصه بالتشكيل بتاع اللغه العربيه. لو جينا ان احنا نضيف تكست موجود معانا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، كنترول دي وبتجيب التكست اللي انت عايزه مثلا وورد ولا حاجه ملف وورد، وبتبدا ان انت تضغط كده وتسحب. وهو طبعا عامل محاذاه ناحيه الشمال، انا ممكن اجيبها هنا من هنا كده اعمل له الاين ناحيه اليمين عشان لغه عربيه، خليه مثلا بولت عشان يبان معانا. ونكبر شويه كده هنلاقي في عندنا هنا تشكيل موجود للتكست اللي موجود ده، عشان ده مثلا قران او كده فبيتعمل له التشكيل ده عشان ايه تقدر ان انت تقراه صح. فلو جينا نشطنا بالشكل ده وجينا اخترنا الاختيار ده بيخلي التشكيل بتاعي يمشي يمين ويمشي شمال زي ما انتم شايفين كده. مثلا لو جينا كده وعملنا بالشكل ده يبدا ان هو يجي شمال اهوت كده، بيجي يمين وهنا بيطلع فوق كده وينزل تحت من هنا كده. فدي هتفيدك جدا لما يكون التشكيل فوق وتحت قريبين من بعض او داخلين في بعض، فبتقدر ان انت تبعدهم عن بعض عشان تقدر ان انت تظبط التشكيل والقراءة بتاعت الايات القرآنية. طبعا ده كله موجود في جميع برامج ادوبي اذا كان فوتوشوب او الستريتور او غيره. باجي تحت هنا في الباراجراف بتقدر من خلال هنا ان انت تعمل محاذاة للتكست مثلا من اليمين، كله يبدأ من اليمين كده ايه محاذين لبعضه. لو عايزها في الوسط بتبقى بالطريقة دي، عايزها من اليمين
بتبقى بالطريقه دي. نيجي للثلاثه اللي بعدهم دول، بيعمل لك محاذاه من اول المربع اللي انت عملته ده، عشان او الفريم اللي انت عملته ده لما نضغط كده هيجيبه لك كله من الشمال مظبوط ومن اليمين مظبوط. تمام، من هنا لو ضغطنا كده هتلاقيه جايبه لك من اليمين ومن الشمال، لكن في الوسط في السنتر بتاع المربع اللي انت عامله او الاطار اللي انت عامله. لو جينا على ده بيبداها لك من اليمين والنهايات مظبوطه برده، لو بصيت كده هتلاقي النهايات مظبوطه من هنا ومظبوطه من هنا. نيجي بقى على الاختيار ده، هيبدا ان هو يخلي لك كله بمحاذاه بعضه بالشكل ده، لكن في مشكله هنا ان المسافه بين العنوان وبعضه مش مظبوطه. بتضغط انت كده تنشط العنوان وبتيجي على دي مثلا تخليها كده، بتضغط على ده وبتخليه كده، تضغط على دي كده يبان لك التكست مظبوط كده. ننشط كده ونيجي على الاختيار ده اللي هو الاين توردز سبين، تضغط كده بيرجعها لك زي ما كانت لما بيبقى من اليمين مظبوط ومن الشمال النهايات الطبيعيه عادي خالص ما فيهاش محاذاه. لو ضغطنا كده هيجيبها لك من الشمال من هنا مش مظبوط، فبجيبها انا كده وبظبطها مثلا واخلي ده كده، اضغط كده واخلي ده كده، كده التكست عندي مظبوط. نيجي اللي بعد كده الاداتين دول، اذا كنت عايز تبدا الكتابه من اليمين بتبقى انت ضاغط على دي رايت تو ليفت، من الشمال بتبقى انت ضاغط على دي ليفت تو رايت. لو انجليزيه هتخليها ليفت تو رايت، لو عربيه هتخليها رايت تو ليفت. والاختيار ده هو الكشيده، حرف الميم ده يعني الكشيده. لو جينا كده مثلا نون هتلاقي التكست اتغير كده، تبدا تختار انت مثلا شورت يبدا يعمل لك كشيده كده بس ايه صغيره. من هنا ميديم يبدا يزود لك الكشيده شويه، لونج يبدا يزودها لك اكتر، الكتابه قليله وكده بيبدا ان هو يزود لك في الحرف شويه جزء زي ده كده. تمام، نيجي هنا بقى لو حبينا مثلا ان احنا نبعد التكست عن الفريم من هنا من الشمال، تبدا ان انت تجيبه كده بالشكل ده، يبقى بعيد عن نهايه الفريم بتاعك. لو جينا بصينا كده هنلاقي الفريم فين والتكست فين، والجنب الثاني هو عكسها، يعني الجنب الثاني ده هو العكس. لما تيجي انت من من اليمين كده وتبدا تبعده شويه مثلا في الوسط كده، يبقى انت عامل محاذاه من هنا ومن هنا. عايز ترجع الثانيه بترجعها برضه. اوكي، خليها كده. تمام، لو جينا نشطنا كده ونختار الاختيار ده تضغط كده يبدا يعمل لك ازاحه لاول سطر والعنوان برضو. تمام، يعمل لك ازاحه كده ايه مسافه كلمه او اتنين حسب ما انت عايز. لو ضغطت كده يبدا يعملها لك بالشكل ده. طبعا احنا مش عاملين على كله، احنا حاطين الماوس هنا كده المؤشر بتاع الكتابه، فيبدا يشتغل لك على الفقره دي بس. عايز مثلا تنشط الفقره دي وتخلي لها ازاحه وتعمل لها ازاحه من هنا كلمه مثلا او كلمتين، بتيجي هنا تبدا ان انت تزود كده يعمل لك الشكل ده كده. تيجي على الفقره دي برضو كده تعمل لها ازاحه كلمه او اتنين او تلاته حسب ما انت عايز. تمام، ومن هنا ومن اللي قصادها العكس، يبقى من هنا مثلا بيخش من هنا شويه، يعني لو جينا ضغطنا كده اهو بيخلي اخر كلمه سايب لي كلمه او اتنين كده. لو جينا هنا كده نشطنا ده كله ونيجي على الاختيار ده ومثلا خدنا كده، يعني لو زودنا تبص تلاقيه ان هو بيسيب لك مسافات بين العناوين والفقرات، هو لوحده عارف ان دي اخرها نقطه كده يبقى هي فقره. تمام، دي كلها كده فقره لوحدها ودي كلها كده فقره لوحدها ودي العناوين، فهو بيعمل لك المسافه موحده زي ما انت شايف كده. لو جيت نشطت كده تبدا ان انت تزود، تختار كده مثلا او تزود كده، تزود كده، تنقص المسافات بينهم كده بالشكل ده، ترجعها لاصلها او تزود بالشكل ده. حبينا نخلي ده العنوان ده تحته زي هايلايت او حاجه زي كده، في حاجه هنا اسمها شيدنج، لو ضغطنا عليها تبدا تجيب لك كده الشكل اللي انت شايفه ده رمادي هو تحت الايه الخط. تقدر من هنا ان انت تغير اللون بتاعه بالشكل ده. تيجي على الفقره دي كده تدوس على شيدنج وتاخد مثلا اللون الاصفر بالشكل ده، بيعمل لك هايلايت على الجزء اللي انت عايزه. تمام، طيب تمام. لو جينا نشطنا كده واخترنا بوردر هيعمل لك لاين حوالين البوردر. تمام، تبقى انت كده مثلا عايزه بينك كده او ماجنتا، عايزه احمر، عايزه ازرق، زي ما انت عايز. بعمل لك حوالينه الشكل ده كده. لو حبيت تشيل التفعيل بتاعه هتشيل علامه الصح دي كده خلاص هيتشال معاك. نعمل ديليت ونيجي لحاجه مهمه جدا، كنترول دي عشان نضيف الحاجه اللي احنا عايزين نضيفها. لو جينا كده وحبينا ان احنا ننزل التكست ده هنا كده، هتبص تلاقي العلامه الحمراء دي اللي هي البلس، كبر عليها، معناها ان التكست كده لسه ما خلص، يعني التكست كده في جزء منه مفقود. فانت بتيجي على العلامه الحمراء دي تضغط عليها ضغطه، اول ما تضغط عليها بيجي لك بقيه التكست في الماوس معاك كده، تيجي تضغط وتسحب تكمل بقيه التكست، هتلاقي برضو في تكست ناقص، فبتبدا نفس الحكايه تضغط عليه كده بيجي لك التكست كده.
لسه برضو التكست ما خلص. فطبعا انت في غنى عن الكلام ده كله. انت ممكن تعمل ايه عشان تنزل التكست مره واحده؟ تعمل تراجع. هو التكست معايا اهوت، باجي هنا كده واضغط على الشيفت. اول ما اضغط على الشيفت بيجي لك الخط اللي هو ايه متعرج واخره سهم ده. لو بصينا كده هتلاقيه كده. هضغط ضغطه واحده هبص كده هلاقيه ان هو جاب لي التكست على صفحتين، مع ان احنا كان عندنا صفحه واحده. معنى كده ان هو بيزود لي صفحات وبيفرد لي التكست بتاعي على الصفحات دي. يعني حتى لو ما كانش عندك صفحات هنا بيزود لك صفحات على حجم على كميه التكست اللي موجوده، وابدا انسق انا الخطوط بتاعتي والشغل بتاعي. في امر مهم جدا عندنا، لو احنا جينا مثلا من قائمه فيو واخترنا اكستراس واخترنا شو تكست ثريد، كل ده ممكن تعمله كنترول الت حرف الواي من لوحه المفاتيح. تضغط كده وتصغر تشوف هتلاقي في رابط بين التكست ده والتكست ده. لما تخش على اي ملف وعايز تعرف التكست ده مرتبط بايه هتبص تلاقي الخط الازرق ده، معنى كده ان ده مرتبط بده، الصفحه دي مرتبطه بالصفحه دي، يعني التكست ده مرتبط بالتكست ده. اوكي، عايز تشيلها بتيجي هنا كده على فيو تخش عليها تاني وتضغط هيت تكست ثريد، يعني بتلغي لي الشو اللي كان موجود او العلامه اللي كانت موجوده. لو حبيت اعمل تدقيق املائي ونشطت التكست بتاعي باجي على قائمه اديت واختار سبيلنج واختار تشيك سبيلنج، بيظهر لي المربع ده. باجي كده بيقول لي هنا ايه ده، بيعمل لي تشيك على الكلمات اللي هو شايفها مش صحيحه. تمام، فهو هنا جايب لي ايه، بيقول لي تشينج تو، بيقول لك انت كاتب الحجاب زي ما هي مكتوبه هنا، تعريف الحجاب، فبيقول لي الصح بتاعها الحجاب. فانت بتضغط على الحجاب وتقول تشينج يبدا يغيرها لك. عندي مثلا كلمه القران انا شايفها مظبوطه فبقول له سكيب. تمام، هنا القرب بقول له سكيب كده. عندي هنا بيقول لك قال، هو فكره ان هي مش مظبوطه، لكن هنا بيقول لك ايه، اما في السنه عن عبد الله بن عمر قال، وفي هنا ايه نقطتين في بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فكره ان ديت غلط، لكن لا هي مش غلط، بتقول له سكيب. بيقول لك هنا وهو اطهر، هنا مفيش سبيس بين وهو واطهر، فانا باجي اختار دي مثلا واقول له تشينج فبيبدا يغيرها لي. تمام كده، هو خلص الملف كله بتقول له دن. تمام كده اوكي. لو جينا مثلا وفي كلمه معينه موجوده في الملف وانا عايزها مخصوص، هل هعمل برضو نفس الحركه دي؟ لا، في اختيار معين بتجيبه من قائمه اديت، تيجي على قائمه اديت وبيقول لك هنا ايه فايند تشينج، يعني بيجيب لك الكلمه ويغيرها لك. تيجي هنا مثلا تقول له كلمه الحجاب. تمام، كلمه الحجاب اللي موجوده هنا دي انا عايز اغيرها لايه، تعريف مثلا النقاط. فايند نيكست، هو لقاها هنا اهوت تشينج اول، هتلاقيهم كلهم اعمل لهم كلهم تشينج. هنا لو تشينج بس هتعمل على قد الكلمه اللي موجوده دي، لكن انت بتقول له ايه تشينج اول. بيقول لك هنا ايه سيرش از كومبليتد 13 ريبليسمنت، يعني انت في 13 كلمه في الملف بتاعك اسمهم الحجاب انت عايز تغيرهم. تقول له اوكي انا عايز اغيرهم، هيعمل لهم كده زي ما انت شايف كده ايه تغيير. تمام، وبتقول له دن. يبقى كده انت منين ما هتيجي تقرا هنا مش هتلاقي الحجاب، هتلاقي كلمه النقاط. طيب احنا لو حبينا نكتب على مسار، احنا جبنا دايره زي دي كده مثلا، حبينا نكتب عليها كليك يمين كده وتختار مي تايب اون باس تول، تضغط عليها كده. اول ما بتخش كده بيجي لك حرف الزائد، بص كده تيجي على المسار تضغط عليه ونكتب على المسار بتاعنا. بضغط عليها كده بنشطها وببدا اتعامل معاها كانها تكست عادي خالص بالشكل اللي انت شايفه ده كده، واقدر ان انا اخليه بولد عادي، اوسع بين الحروف وبعضها. اتعامل معاها بقى ازاي؟ انا مش عايزها مثلا بالشكل ده، هتبص كده تلاقي في دراعين كده. تمام، ادي دي واحد بتجيبه هنا على خط النص كده شفت العلامه الخضراء دي، وعندي دي ببدا من خلالها ان انا اقدر احرك، يعني دي كده اجيبها هنا عادي. تمام، ودي اجيب منها كده. تمام، اقدر احرك التكست بتاعي منها. طيب انا مش عايز الكتابه هنا، انا عايزها جوه. في شرطه هنا كده لو انت شايفها بتضغط عليها وتسحبها لجوه كده، يبقى انت كتبت من جوه. تبدا ان انت تحرك التكست بتاعك كده، ودي بتستخدمها مثلا في اذا كان في ختم او لوجو او حاجه، بتقدر ان انت تتعامل معاها كده. برضه ممكن تكتب على مسار انت رسمه مثلا بالبنتول، تيجي مثلا ترسم بالبنتول كده وعايز تكتب عليه، بتجيب برضه التكست الاداه بتاعتنا اللي هي المي تايب اون باس، باجي هنا كده يديني حرف الزائد ده، بضغط واكتب التكست اللي انا عايزه. هتلاقي برضه نفس الاداه دي ممكن تجيبها لبره كده تكتب من بره، وهنا برضه تقدر تحرك التكست بتاعك في المكان اللي انت عايزه. عايز تقلبها في الجنب التاني بتقلبها في الجنب التاني كده وتحركها كده بالشكل ده. عايزها هنا كده وعايز تكست تاني هنا بتعمله هنا. لو احنا عندنا مثلا تكست معين كنترول دي هنجيب مثلا ده ونسحب كده ونشتغل عليه. لو انا عايز الون بجيب التكست تول واضغط كده ضغطتين وباجي فوق هنا في عندي فيل
الفل بتاع مين؟ بتاع التكست. بضغط عليه بيجيني الالوان، بقدر ان انا اختار اللون اللي يريحني في الشغل بتاعي بالشكل ده. ده برضو نفس الحكايه، بضغط عليه وبشتغل عليه كده. خلاص تكست تمام. هنا برضو مفيش اي مشكله، خليه مثلا ازرق. في عندي هنا برضو الستروك، تقدر برضو ان انت تغير لونه او تضيف ستروك بالشكل ده. بتكبره من هنا لازم ننشط كده وتبدا ان انت تزود الستروك بتاعك كده، لكن كده مش هيصغر معاك. لازم تنشط الجزء اللي انت عايزه كده، تبدا ان انت تصغر الستروك بتاعك. انا مش منشط خالص، انا منشط بس على الاطار كله اهو. بيجيني هنا حاجه تانية خالص. طبعا انا كده منشط بره، مش منشط التكست، انا منشط الاطار. بيقول لك انت عايز تعمل له فل لمين؟ للاطار. تيجي مثلا كده عايز انا عايز مثلا اصفر، يديك لون اصفر للاطار كامل اللي هو اللي فوق الكتابه. تمام. عايز تعمل له ستروك، تيجي هنا برده تغير الستروك تخليه ازرق. عمل لك اطار خارجي ازرق، هنخليه يبان اكتر من كده. هنضغط كده يبدا يجيبه لك بالشكل ده. ولو جينا هنا كده هتبص تلاقي فيه شويه اختيارات كتير لاشكال الاستروك الخارجي. لو جينا على ده كده اديها لك بالشكل ده، جينا على ده كده اديها لك بالشكل ده. ونيجي هنا الاطراف او الحواف بتاعه المربع اللي انت عامله ده عشان تبان اكتر. خلينا مثلا في الاختيار ده، ونيجي هنا كده لو عايز النهايه بتاعته الارقام بتاعته بالشكل ده كده، عايزها مثلا بالشكل ده. لو تلاحظ التغيير معانا، عايزها مثلا بالشكل الدائري ده مثلا. طب عايز الدائري ده قد ايه؟ تزوده شويه، تخلي الدايره كده ولا تخليه كده. تمام. وتقدر ان انت تخف الاوبستي خالص بتاعه الشكل كله على بعضه التكست مع الاطار الخارجي بتاعه. وبكده يبقى النهارده الفيديو بتاع التكست خلص. لكن ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في التكست اللي هي الكاركتر والباراجراف. هتسهل عليك الشغل جدا 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 في الملفات الكبيره، وهتساعدك ان انت تنجز وقت. وختاما، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.